مساء الخير يا امارات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ريفيو عن سيرم الهيالورونيك اسيد بتاع لوريال. السيرم ده انا جربته، حلو جدا 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 للبشره. حمض الهيالورونيك طبعا كلنا عارفين ان هو منتشر جدا بماركات ياما قوي علشان التجاعيد والترطيب وبيعيد مرونة البشرة. ده شكله من جوه ودي شكل العلبة. المفروض ان احنا بنستخدمه ازاي؟ يفضل لو هنمشي على الروتين بتاع لوريال كله. احنا هنتكلم عن حاجة دلوقتي. هنتكلم عن الحمض الهيالورونيك عشان انا جربت السيروم، بس لو هنستخدم الغسول كمان معاه فيبقى كده النتيجة تبقى احلى بكتير. تغسلي وشك بالغسول وبعد كده تنشفي بشرتك كويس وتحطي من السيروم كام نقطة بس بسيطة كده، ايه، نقطتين هنا وهنا، وتدلكي كده بالراحة مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. هيفرق معاكي جامد قوي بجد، هتلاقي نتيجة حلوة جدا. عن تجربة شخصية، من مميزاته انه بيرطب البشرة بعمق وبيداري الخطوط الرفيعة. يعني يبقى في خطوط كده عند الشفايف من هنا، عند العين، الخطوط اللي هي بتبقى من هنا دي، فمع الوقت بيعالجها. والافضل ان احنا نبدا في سن بدري، يعني ما نستناش مثلا يكون عندنا 30 سنه ونستخدم سيرم للتجاعيد والحاجات دي ونقول عاوزين يجيب نتيجه. هيجيب نتيجه بس الوقت يبقى اطول. لما نبدا من سن ال20 بنساعد ان الموضوع يبقى قليل شويه، يعني نساعد ان التجاعيد ما تظهرش بدري، تظهر متاخر. بدل ما كانت تبدا معانا من ال30 لا تبدا معانا من ال40. فلو استخدمنا الغسول مع السيرم هيدي معانا نتيجه حلوه جدا. استنوا بقى ريفيو تاني عن كريم العين وعن كريم البشره، هيكون فيديو بعد ده.